بحي الدبدبة بولاية بشار تقطن السيدة سوداني جمعة مع عائلتها الصغيرة التي شاءت الأقدار أن تنقلب حياتها البسيطة رأسا على عقب نتيجة خطأ طبي ارتكب في حق ابنها سيد أحمد بأحد العيادات الطبية الخاصة شهر جونفي الماضي. كانوا فيه هادو ديت سهل دكتور ويلاس خرج له 4 عباري، جوج دقهم وجوج ما دق جوج صاي شد الفراش تاع بالعباس قالك متوشى الاعصاب يبرا هذيك متوشى له توشات له الاعصاب على ما بداش دوكا يتمشى تدقي له شهر دق جوج، هي ما يدقش الشهر جوج تدير 42 بين جوج. السيدة سوداني تقول بأنها أرملة واضطرت للتخلي عن عملها حتى تكون بجانب ابنها الذي تسير حالته الصحية من سيء إلى أسوأ ليتحول اليوم إلى